السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناتكم لمسات ام ريهام. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه صيفيه بامتياز، سهله وكتحضر بسرعه والنتيجه ديالها كتجي زوينه بزاف. هنايا عندي واحد الكميه ديال البطاطا، هنايا خديت هاد البطاطا بهاد الحجم، تكون متوسطه. غسلتها مزيان من التراب شحال من مره وعاودتها باش ما يبقاش لاصق ليا فيها التراب، وغادي نقطعها بهذا الشكل على 4. كتجي هكا متلته وكيجي الشكل ديالها زوين. غادي نديرها في واحد الكاسرونه، غنزيد عليها شويه ديال الملحه باش كطيب بنينه صافي، وكنعمر عليها الماء. كنديرها حتى كطلع فيها الغليه، غير كطلع فيها الغليه صافي، وكنطفي عليها. كنديرها في واحد الشبيكه وكنصفيها. ها نتوما هذا هو الشكل ديالها من بعد ما صفيتها. كنخليها حتى كتبرد مزيان صافي، وكناخذ واحد البول يكون كبير شي شويه باش نصيب كيفاش نحرك وندير فيه البطاطا. هنايا عندي 2 المعالق كبار ديال النشا، التحميره، الملحه، البودره ديال الثومه وشويه ديال الحار وعريشه ديال الازير. انا غادي نقطعهم بحال هكذا، نحيدو من العويدات. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، يمكن لكم تكتفيو غير بالازير بوحدو او الزعتر بجوج بيهم كيجيو زوينين، او ديروا التوابل دو بروفنس كيجيو زوينين صافي. وغادي نزيد واحد 2 المعالق كبار ديال الشابلور صافي، وغادي نحرك بحال هكذا، نحرك مزيان من الفوق لتحت. درت هاد الطريقه باش ما كتهرش ليا البطاطا. وإلا بغيتو تحركوا بشي معلقه حركوا من الاسفل للفوق باش ما تهرش لكم البطاطا ويجي الشكل ديالها ما زوينش. هانتوما كيفاش كنحرك غير بشويه. انا هنايا فقط غير مسرعه الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نزيد واحد الكميه ديال زيت الزيتون على حسب الكميه ديال البطاطا، تقريبا واحد 4 كاس، وغادي نخلط مزيان من الاسفل للفوق صافي حتى كتلبس ليا ديك البطاطا كامله بهذوك التوابل والشابلور. هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالها. دابا كتشهي صافي، وغادي ناخذ واحد اللاطه اللي نفرش ليها الورق ديال الطهي. انا هنايا درت ليها غير السيلباس، نتوما كيبقى الاختيار ليكم. ديروا الورق ديال الطهي وحطوا فيه البطاطا بحال هكذا كل وحده بوحدها باش كتحمر لينا ديك البطاطا وكتجي مقرمشه وكتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه صافي. من بعد ما ستفت البطاطا كامله، انا راه درت كميه كبيره لان وليداتي كتعجبهم بزاف، كيحماقوا عليها الوليدات صافي. هانتوما الشكل ديالها كيفاش داير. غادي ندخلها للفران حتى كتحمر. نشعلوا عليها العافيه من الفوق ومن التحت صافي. ملي كطيب هذا هو الشكل ديالها. هانتوما كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه، والريحه ديالها تبارك الله كتجي عاطيه في الدار. هذيك الشابلور كتخليها انها كتجي كروستيون وكتجي لذيذه بزاف. دابا غادي ندوزو للتتبيله ديال القضيبات ديال الدجاج اللي غادي نرافقوا بهم لهاد البطاطا. عندي هنايا شويه القزبر والمعدنوس، شويه التحميره، شويه الحار بودره، البودره ديال الثومه وشويه الملحه. غادي ناخذ واحد البول وغادي نوضع فيها التوابل كاملين باش غادي نرقدوا فيهم الدجاج او لادان اللي بغيتو. وهنايا عندي 4 القطع ديال الفرماج، يمكن لكم تزيدوا في الكميه، كيبقى على حسب الكميه اللي استعملتو ديال اللحم. انا هنايا درت نص كيلو ديال لادان صافي. غادي نخلط مزيان هاد التوابل مع بعضياتهم حتى كيولوا لي على شكل كريمه. غادي نزيد واحد العصره ديال الحامض صافي، وغادي نخلط مزيان. تقدروا تزيدوا واحد المعلقه ديال الزبده الا بغيتو، ما بغيتوش راه حتى بهاد التوابل كيجيو رائعين، لاننا في الاخير غادي نديروا لهم واحد التتبيله واحده اخرى. غنزيد شويه زيت الزيتون ورجع نخلط مره اخرى
باش هاد التتبيله كتخفف لينا واحد شويه وكتلتصق لينا بالقضيبات او بالقطع ديال لاداند. صافي هنايا لاداند ها هو قطعته بحال هكذا من بعد ما غسلته ونظفته مزيان. صافي وغادي نضيف القطع ديال لاداند وغادي نخلط مزيان حتى كتخلط ليا هاد التوابل كامله مع لاداند ويتلبس مزيان. من الاحسن انكم هاد التتبيله ديروها بحال هكذا في الليل والصباح تنوضوا تحضروها الغدا كتشرب مزيان وكتجي احسن. هنايا زدت واحد شويه ديال الابزار، كيعجبوني ان القضيبات يكون فيهم شويه الابزار. تقدروا عوض انكم هاد القضيبات تشويوهم فقط ديروهم غير في المقلاة، شي مقله تكون ما كتلصقش. صافي راهم كيجيو زوينين وكيجيو بنان ولذاذ بهاد التتبيله ديال الفرomاج. تتبيله رائعه وما تقدروش تستغنوا عليها. هنايا زدت واحد شويه ديال الزيت، انا مبغيتش نكثر الكميه ديال الزيت في الاول باش اللحم يتشرب دوك التوابل ويجي بنين. حتى كنبغي نركب اللحم في القضيبات عاد كندير هاد الكميه ديال الزيت باش هكذا كيتشواو ليا رطبين وكيجيو زوينين وفتيين كيجيو رائعين. جربوا هاد التتبيله راه ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف وتنال الاستحسان ديالكم. صافي غادي نديرهم بحال هكذا في القضيبات. تقدروا ديروا دوك القضيبات ديال العود باش يجي الشكل ديالهم زوين وراقي وحتى التقديم ديالهم يجي زوين. كيبقى الاختيار ديالكم. انا فضلت انني نديرهم بحال هكذا بطريقه تقليديه وغادي نشويهم على الفخر ان شاء الله باش كتجي البنه ديال الفحم كتجي زوينه بزاف في القضيبات. وكيف قلت لكم تقدروا ديروهم حتى في المقلاة. صافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين غادي نديرهم يتشواو فوق الفحم. غادي نستفهم بحال هكذا كيجيو رائعين بهاد التتبيله ديال الفرomاج. كيجيو زوينين بزاف وبنان ما تشبعوش منهم وكيجيو فتيين بزاف ما كيجيش لاداند ناشف. صافي كنبقى غير كنحطهم كنقلبهم بسرعه ما كنخليهمش وكنبقى نقلب. الا بغيتوهم يجيو فتيين كتبقاو تقلبوا فيهم ما تحيدوش من حدا تبقاو تقلبوا فيهم. وهنايا خديت واحد الزلافه درت فيها الزبده مذوبه شويه ديال التحميره شويه ديال الثومه بودره وشويه ديال الحار. صافي وكندهن به هاد القضيبات باش كيجيو فتيين اكثر. وهذه البطاطا من بعد ما طابت استفتها بحال هكذا كتجي رائعه بزاف وكتجي بنينه ولذيذه ما تشبعوش منها. يمكن لكم تحضروها مع اطباق اخرى كتجي رائعه بزاف بزاف. قدمتها مع صلصه، الا بغيتوني نحضرها معكم بوحدها خليوها لي في التعاليق. ومع هاد القضيبات وشي عصير او شي مناضه كيجي غدا صيفي رائع بامتياز. كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ وكيوجد بسرعه. كنتمنى هاد الوصفه او الوصفات ينالوا الاستحسان ديالكم ويعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. وانا متاكده 100% انهم غادي يعجبوكم خصوصا في هذا الصيف. كنبغيو وصفات بحال هكذا يكونوا زوينين وبنان. كنشكركم حبيباتي على التتبع ديالكم وحتى لهنا خليتكم في راحه الله الى فيديو جديد ووصفه جديده. وما تنسونيش من تشجيعاتكم وتعليقاتكم المحفزه. والسلام عليكم، دمتم في رعايه الله.